يا صاحبي الجميل، عمرك شفت حد بياكل فسيخ وبعدين يفتكر إنه عنده ضغط؟ استنى وشوف عم سمير عمل إيه في يوم شم النسيم. يلا بينا. عم سمير داخل الصيدلية وهو ماسك بطنه بيعرق ووشه متوتر. عم سمير بصوت عالي: يا دكتور الحقني بموت. الدكتور مندهش: إيه ده؟ ده صوت ولا إنذار حريق؟ مالك يا عم سمير؟ عم سمير: أكلت فسيخ ورنجة وبطاطس وبصل، وكنت طاير من الفرحة، دلوقتي حاسس إن الدنيا بتلف وبطني عاملة كلاكيت أول مرة. الدكتور: ساخر، ما هو يا نجم انت عندك ضغط والملوحة بالنسبة لك زي البنزين على النار. ده الفسيخ بيجيب واحد سليم الأرض، ما بالك بعم سمير؟ عم سمير: أنا غلطت بس طعمه كان مغري. يا دكتور ما قدرتش أمسك نفسي، دلوقتي دايخ وعندي إمساك وبطني وجعاني ومراتي قالكي اجري على الصيدلية قبل ما ترك خبر كان. الدكتور: ماشي يا عم سمير، اسمع الخطة. أول حاجة: قرص أوميبرازول على معدة فاضية الصبح، بعده خد فلاتيديل عشان الغازات اللي عاملة حفلة، ولو في إحساس بالدوخة أو غثيان خد موتيليوم، وبالليل قبل ما تنام خد بيكولاكس علشان الإمساك. عن سمير مرتاح: يعني هقوم سليم؟ الدكتور: هتقوم بس اوعى تعمل كده تاني، المرة الجاية نعمل لك تحليل قبل ما تاكل فسيخة. عن سمير بيضحك: انت بتضحك عليا ولا بتعالجني؟ الدكتور: بعالجك يا عم سمير، الضغط مش لعبة والملوحة مش بطولة. يا صاحبي الجميل، لو عندك ضغط خلي بالك، شم النسيم للنة مش للطوارئ، ورا كل فسيخة وجع بيستناك.